ايه اللي يخلي حضارة كاملة زي الفراعنة تعامل القطط معاملة شبه الآلهة؟ الموضوع بدأ من حوالي 4000 سنة. المصري القديم كان عايش وسط النيل والزرع والفئران. الفئران وقتها كانت أسوأ كابوس، بتبوظ المحاصيل وبتجيب لهم أمراض. مين المنقذ؟ الكائن اللي بيطارد الفار ببلاش ومن غير تأمين صحي. لكن الموضوع ما وقفش عند الصيد. المصريين اكتشفوا ان القطة عندها حاجة اسمها شخصية، هتلاقيها قاعدة في نص المعبد محدش قادر يزحزحها. هنا بدأ الخيال يشتغل، دي مش مجرد قطة، ده كائن غامض ليه حضور شبه روحانية. ومن هنا بدأ الربط ما بينها وما بين الآلهة. أشهر مثال هو الإلهة باستيت، آلهة الحماية والخصوبة، وكان رمزها قطة أو ست بوش قطة. باستيت كانت بتتعبد في معابد ضخمة، والناس كانت بتقدم لها قرابين من نوع قطط معين. تخيل في مقبرة في مصر اتلقى فيها حوالي 80,000 قطة محنطة. يعني المصري القديم لو كان عنده تيك توك كان هيبقى اسمه كاتو. القطة وصلت لمكانة عالية لدرجة ان قتل قطة كان جريمة كبرى. المؤرخ اليوناني هيرودوت بيحكي ان مرة في قطة ماتت بالصدفة في بيت مصري. الناس كلها وقفوا يصرخوا ويلطموا كأنها جنازة رئيس دولة، وكان ممكن يحصل تمرد لو حد أجنبي لمس قطة بالغلط. وطبعا بما إن المصريين كانوا شاطرين في التجارة، القطط سافرت معاهم أوروبا. القرون الوسطى حصل العكس تماما، القطط بقت رمز للسحر والشياطين، وده تسبب في مذبحة للقطط. والنتيجة كانت ان الفئران انتشرت والطاعون الاسود ضرب اوروبا. يعني بالعربي لما اوروبا موتت القطط ربنا بعث لهم فئران. الموضوع مش بس بيئة او روحاني، هو مثال ان الانسان بيبني معتقداته حوالين البيئة. المصري القديم شاف القطة منقذ فحولها لإله، الاوروبي شافها غريبة فحولها لشيطان، واحنا النهارده شايفينها كائن بيكسر كوباية الشاي ويرجع ينام في حضنك.